دلوقتي لما بنسمع كلمة تجميل بنسمع معاها آراء كتير، في اللي بيشوفها رفاهية وفي اللي شايفها ضرورية. بس خلونا نسمع من النجمات نفسهم اللي طلعوا وقالوا رأيهم بكل وضوح ومن غير فلاتر. شيرين رضا مثلا لما اتسألت عن التجميل رد بمنتهى الصراحة وقالت ايه المشكلة لما الست تعمل حاجة بسيطة في وشها، المهم ما تغيرش ملامحها. وفي الحقيقة شيرين متصالحة، شايفة ان شوية تظبيط مش عيب، بس الإفراط هو المشكلة. اما أسماء جلال كمان كانت واضحة جدا وقالت انا مش ضد التجميل وممكن اعمل لو لازم الأمر، خصوصا لو مأثرة على النفسية بسبب التنمر، ولحد دلوقتي ما عملتش وانا مبسوطة بشكل وشي. وكمان بتقول ان اللي بيخوفها فعلا من التجميل لهوس الفلاتر على السوشيال ميديا. مها احمد دخلت على الخط بطريقتها الظريفة وقالتها بكل بساطة ايه يعني لما ابقى حلوة لو في حاجة مضايقاني اروح اظبطها. منتهى العفوية بتشوف ان الست من حقها تهتم بنفسها باي طريقة تريحها. نجلاء بدر خدت خط مختلف شوية وقالت جمالي ساعدني بس كمان ضرني، قررت تعمل جراحة خفيفة بديلة للفيلر لان الفيلر عمل لها مشاكل. نهى عابدين ردها كان مختلف وشجاع، اللي بيخوف الست مش التقدم في العمر ولا تغيير الملامح، دي قلة الفلوس، وشايفة ان مفيش مشكلة في التجميل لو احتاجت له في يوم من الايام، بس دلوقتي مرتاحة وتمام. لافت بقى ان في جيل من الفنانات قرروا يواجهوا الموضوع بشفافية. مي عز الدين مثلا اعترفت من زمان انها عملت عملية في مناخيرها والجمهور احترم ده جدا واعتبروا شجاعة وثقة. نانسي عجرم بصراحة كانت الأجرأ، قالت بمنتهى الوضوح عملت عمليات 6 جراحات تقريبا، قالت اللي غيرها بيخبيه وعشان كده ناس كتير احترموها. نروح بقى لغادة عبد الرازق، اعترفت برضو انها عملت عملية في الانف وواحدة تانية لنفخ الشفايف، وندمت على التانية لانها شايفة انها ما كانتش مناسبة ليها، وقالت كده في العلن من غير خجل. اما اليسا في حوار قبل كده ليها مع لميس الحديدي اعترفت انها عملت عملية في مناخيرها بس رافضة تبقى مهووسة بالتجميل، وبتقول انها بتلجأ ليه وقت الضرورة وبس. طب وأنغام قالتها بمنتهى الصراحة عندي عيوب في اسناني فاشتغلت على نفسي عشان ابقى مقبولة قدام جمهوري، وفعلا عملت اكتر من عملية. وطبعا في وسط كل ده في نجمات تانيين بيقولوا احنا مش ضد التجميل بس بشروط، زي هدي كرم اللي قالت انا مع الست تهتم بنفسها، تنفخ تحقن تظبط بس من غير ما تغير شكلها بالكامل. كمان رفضت فكرة اننا نصدر للناس صورة مثالية مزيفة خالية من العيوب. ميرنا نور الدين بتقول انا مش ضد التجميل بس بشرب مية، بلعب رياضة وبهتم ببشرتي وده الاساس، يعني الجمال بالنسبة ليها مش عملية وبس، ده ستايل الحياة. وانجي مقدم صريحة جدا بتقول انها جربت شوية بوتوكس وفيلر بس بطلتهم لانها ما حبتهمش وهي اصلا مش بتحب تغير شكلها وتحب مظهرها الطبيعي. طب تفتكروا بسمة ونرمين ماهر قالوا ايه؟ رأيهم واحد تقريبا مع التجميل، لكن بشرط ما نغيرش خلقة ربنا. في النهاية واضح ان جيل الفنانات دلوقتي قرر يتكلم بصراحة بثقة ومن غير ما يستخبى، ما بقاش الموضوع سر ولا بقى عيب، كل واحدة حرة في قرارها، المهم تبقى مرتاحة وشايفة نفسها زي ما بتحب. انتوا بقى مع ولا ضد؟ ده القرار اللي دايما بيرجع لصاحبته مش للكاميرا ولا للناس ولا حتى السوشيال ميديا.